يا صباح الفل والهنا والحلويات على احلى واجمل اخوات. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. الفيديو بتاع النهارده بقى يعني حبه حماس كده، حبه تشجيع، حبه حاجات كتير قلت اشارككم فيها، بما اني يعني حظكم معايا في الفيديوهات وحش قوي، مش عارفه ليه كده. المهم بقى النهارده الفيديو ده كان روتين يوم الجمعه. فصحيت كده، غيرت مرايه السرير وشغلت قرآن، علشان يعني انا بحب اشغل قرآن على طول في الشقه، بيبقى يعني بيدي راحة كده وسكينة، والدنيا بتبقى كويسة جدا. صوت القرآن في البيت عموما بيبقى حاجة تانية يعني. فشغلت قرآن. القناة دي حلوة جدا، بتقرأ كل يوم سورة البقرة، ويوم الجمعة بتقرأ الكهف، وبتقرأ يعني بتفضل تقرأ قرآن كتير، فكويسة قوي يعني. شغلت قرآن بقى، وبعد كده رحت عملت فطار انا واختي، علشان كنا احنا بس اللي قاعدين في البيت. عملنا كده حبة بطاطس وشكشوكة وجبنة بيضة وعيش وكده، وفطرنا يعني. وقلت بقى ايه، عايزة اطلع الشتوي، لان انا يعني الجو بدأ يسقع طبعا، وبقى في مطر وبتاع، فانا الدنيا مطرت يعني شتا. ليه بقى؟ لان انا بسافر كمان، يعني خدوا بالكم ان انا بسافر، فطبعا المواصلات، وانا بنزل بدري، انا بنزل الفجر، فالمواصلات مع السفر مع كل ده، لا الموضوع فعلا محتاج ان انا ابتدي ان انا اتقل. فالمهم فطرنا الحمد لله، وبعدين بقى دخلت على الهدوم. عايزه اقول لكم ان انا كنت بقول لماما انا ما عنديش هدوم شتوي، انا ما عنديش هدوم خالص، ما عنديش هدوم خروج، ما عنديش هدوم بيت. طبعا الدواليب بتخبي، يعني الدولاب بيخبي الهدوم كلها. المهم ان الدولاب كان مكركب، طبعا انا بعتذر عن الكركبه دي، بس يا جماعه الدولاب كان مكركب كده، لان يعني ما علينا. المهم الدولاب كان مكركب حرفيا متبهدل. فاعمل ايه بقى؟ قمت منزله الدولاب كله في الارض، كله يا ياسمين، كله نزل في الارض. طبقت حبه وروقت حبه، بس طبعا يعني اللي طبقته ده هدوم البيت، او الهدوم اللي هي فيهم هدوم خروج، بس اللي هي مش هتحتاج ان هي تتعلق يعني. فالمهم ايه، قلت خلاص مادام انا هبتدي ان انا اروق، يبقى نجيب اللاب نشغل اي مسلسل جنبنا، اي فيديو، اي حد بيرغي. بس هنا كنت انا شكلي مرهقه أوي يا جماعه، وتعبانه جدا، بشرتي تعبانه جدا. هنا كنت بشمر لكم بقى، ويلا عاركوني، يلا انا مستعده للمعركه. المهم بقى شغلت اي حاجه كده تسلينا يعني، وكنت بشوف الساعه كام، لان كان عندي شغل الساعه 10، وانا يعني كانت الساعه دلوقتي 8، فكان معايا ساعتين. محدش يقول لي هتعملي فيها ايه، ما اعرفش. المهم شغلت الفيديو ولبست النضاره، مش عارفه لبست النضاره ليه، ومحدش يسالني برضه لبست النضاره ليه يا ياسمين. اللي وصل معايا لحد هنا ومحدش لايك، اتفضل حط لايك يلا، علشان اللايك ده بيشجعني. بعد كده بقى ظبطنا الكادر الى حد ما، وجينا بقى. انا بقى هنا كنت برقع بالصوت. ليه بقى؟ كان في غسيل على السرير، وغسيل في الارض، وغسيل متطبق، والدنيا كلها في الارض. رحت جبت كل الشماعات اللي في الدولاب او نصها مثلا، وخليتهم جنبي عشان اعلق عليهم الهدوم. يعني قلت الشماعات تبقى جنبي كده تبقى اسهل يعني. وبعدين بقى فضلت كده ايه، ابص الهدوم في الارض، وابص الهدوم على السرير، وابص الهدوم اللي في الدولاب. طب اعمل ايه؟ بعدين قلت لا مش هينفع بقى، يلا قومي هاتي الهدوم. جبت بقى الهدوم، لقيت بقى بيجامات، لقيت ترنجات قطيفه، لقيت حاجات قطن كنت جايباها. كل الهدوم دي كانت مستخبيه في الدولاب، ما كانتش باينه. كمان في منها يعني انا كنت شايله هدومي في شنطه سفر، فطلعتهم منها برضه، انبهرت والله انا عندي هدوم كتير اهو يا جماعه، امال في ايه؟ الهدوم راحت فين؟ بس ففضلت بقى اطبق كده، واعلق اللي عايز يتعلق، والم الدنيا. وعايزه اقول لكم يعني بجد الواحد ما صدق ان الشتا جه. انا بحب لبس الشتا قوي يا جماعه، وبحسه شيك كده، واي حاجه بتليق عليه، وبجد برتاح لللبس بتاع الشتا قوي. فضلت بقى ان انا اعلق الهدوم كلها، والم الهدوم كلها، واظبط حالي، علشان يعني انجز نفسي واطلع هدومي، لاني كنت زي ما قلت لكم عندي ميعاد شغل، فكان لازم انزل يعني. فضلت بقى اعلق، واكتشفت ان انا عندي هدوم كتير والله يا جماعه، بس الهدوم ما كانتش باينه. يعني عندي هدوم خروج كتير، بس مثلا ايه، لا التيشيرت ده قصير، طب محتاج تحتيه شميز، لا ده طويل قوي فمش هيتلبس دلوقتي، لا ده تقيل قوي فهنستنى لما الشتا يخش شويه. فلو فضلنا كده هنقول ان احنا ما عندناش لبس. عارفين بقى لما يبقى عند دولابكم مليان هدوم، بس لا ده بيليق عليه البنطلون الاسود، طب البنطلون الاسود فيه في الغسيل، لا يبقى مش هلبسه. طب ده لا ده بيليق على البنطلون الجينز الواسع، وانا اللي معايا جينز الضيق،
طيب طب لا ده قصير قوي، فمحتاج ان انا البس تحتيه حاجه طويله. طب البس كارديجان مثلا وبنطلون وتيشيرت. فضلت كده بقى اللي هو ايه، كل طقم اطلعه، واصلا كنت جايبه هدوم جديده. فبصوا عندي اصلا كارديجانات كتير، يعني عندي بكم وبقط وطويل وقصير وصوف وبامب وكله، يعني الحمد لله. جبت الكوت الليموني ده، الكوت ده لسه جديد والله، لسه بتلبس. دي بقى كارديجانات، يعني بصراحة الحاجات دي بتريحني قوي في اللبس، يعني سواء يعني بلبس عليها اي حاجة. بص هنا كنت خلاص يعني تعبت، فرهدت، الحقوني انقذوني. وفضلت بقى كده اقلب في الهدوم، القميص ده تحفة، بموت فيه بجد. هو عامل شبه البطانية بتاعت زمان كده، بس هو بجد تحفة، هو بطانية فعلا، يعني هو تقيل فتحفة بجد، بصراحة برتاح فيه قوي. وده شبه علم مصر كده برضو، بيبقى حلو لو على بنطلون مثلا كارينا لان هو طويل، او على بنطلون اسود عادي بيبقى تحفه. والكوت ده بصوا هي ده مش كوت، ده زي عبايه كده، بس ايه يعني بسوسته وبتتقفل كلها، بس هي طويله شويه عليا فعايزه ابقى اقصرها والبسها، بس حلوه برضو. والشالات بقى وبرضو ده حلو قوي، بس عايزه اشتري ايه بقى، عارفين مكنه الوبر؟ في مكنه كده بتاعت الوبر، عايزه اجيبها بصراحه لان هيحتاجها قوي. بسبب ان يعني هدوم الشتا طبعا بتوبر. الكوت ده برضو كان عاجبني، يعني هو حلو جدا وشكله تحفه في اللبس، بس حوار الفرو اللي كان فيه ده كان مضايقني قوي. فعملت ايه بقى، ببص على الدراعات لقيت الحاجات الفرو اللي في الدراعات بتتشال عادي، هي متخيطه كده بس يد، وقمت فكاها. وافكر افك بتاع الرقبه، فانتوا قولولي افكه ولا لا. بس وبعد كده ده برضو بحبه قوي، بس عيبه الفتحه بتاعت الصدر دي واسعه، متبقاش لطيفه في اللبس، بس هو برضو جميل قوي. بصوا يا جماعه، لقيت عندي جواكت، الجاكيت ده كان جاكيت ترنج، كانت سمية الخشاب لابساه في مسلسل، يا رب الاقي افتكر اسم المسلسل واحط لكم الصوره بتاعته هنا. كنت جايباه اقسم بالله اول ما سمية الخشاب جابته، انا بقول لكم اهو. هنا بقى ايه، كنا رحنا على الدولاب بقى نطبق، خلاص بقى كنت بفنش كده، يعني انا كده كنت لميت اغلب الهدوم، كنت بفنش، كنت بقى اللي بحطه على السرير ده الهدوم اللي عايز تتعلق. اعذروني لان انا عايزه انام. والله يا جماعه فعلا الشغل مع الدراسه مع ان انتوا لو عايزين تعملوا حاجات في البيت او لو بتاخدوا كورسات، كل ده بيبقى متعب قوي والله. قولولي بقى انتوا عاملين ايه في الكليه، والدنيا معاكم عامله ازاي، وجدول الميد ترم بتاعكم نزل ولا لا. عايزه اعمل لكم فيديوهات الفتره الجايه لمذاكره الميد ترم وازاي نلم المواد المتراكمه وكده، فمحتاجه تشجيع. يعني لو لقيت تشجيع في الفيديو ده هعمل لكم فيديو مذاكره الميد ترم وازاي نلم الدنيا وكل ده، انتظروني. هنا بقى كنت بقولكوا انا تعبت وقلعت النضاره. وبص، لو وصل بقى لحد هنا ومحطش لايك، ياريت نحط لايك ونشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد. الفيديو الجاي هيبقى فيديو مذاكره، هيبقى حلو جدا 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 وممتع جدا جدا، وهينزل لكم ممكن بكره، لا ممكن ينزل بعد بكره لان انا بكره هبقى في الكليه. بس يعني فخير خير، انتظروني انا مش جايه. بس بقى، وهنا هو كنت لميت الشيلين بقى الحمد لله. وهنا بقى وصلت للحظة، عارفين لما تمسحوا الشقة وتيجوا ترشوا المعطر، اللي هو بقى الجواكت الكوتات اي هدوم كانت على شماعة لو انت رحت تعمل. اللحظة دي ما صدقت ان انا خلصت، مهمة جدا يعني، كنت محتاجة ان انا افرش واخلص عشان انزل، فالحمد لله يعني. وبس كده، ده يعتبر الفيديو بتاعنا النهاردة، يعني انا ما عملتش حاجات كتير فيه بس حبيت اشارككم يعني. وبس كده، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلكوا كل جديد، تعملوا شير للفيديو ده عشان يوصل لكل الناس، يعني يبقى حاجه تحفيزيه كده وحماس. وبس هتوحشوني جدا جدا، اشوفكم الفيديو الجاي، باي باي.